السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة درس في سلسلة الفيديوهات بتاعة الأوتوميشن. أنا مبسوط إنه الناس بدأت إنها تطبق موضوع الأوتوميشن وكده، وفي ناس يعني وصلت إنها بنت الأوتوميشن بتاع انيت ان اللي احنا شرحناه قبل كده. الفيديو بتاع النهاردة هيكون مختلف شوية وهنكمل على السلسلة. خلينا أشرح لكم السيناريو اللي احنا عايزين نطبقه إيه. احنا عايزين نبعت إيميل او نبعت رساله واتساب. يعني خلينا نصعب الموضوع شويه، هنبعت رساله واتساب بعد ما شخص يملأ الليد ماجنت. ايه هو الليد ماجنت؟ الليد ماجنت هو مغناطيس عملاء، واتكلمنا فيه في الكورس. فلو ما تعرفش ايه الليد ماجنت فمحتاج ان انت تتفرج على الجزء بتاع قمع المبيعات والليد ماجنت. فالشخص ده ملأ الفورم وحب ان هو يحمل الاوفر مثلا اللي انت مديهوله او الكورس او ايا كان، وانت عايز ان انت تبعت له بقى بيانات علشان ايه، تعمل له ورم اب او ايا كان. او ممكن الشخص ده اصلا يكون حجز اجتماع، مثلا حجز اجتماع وانت عايز تعمل له ورم اب، عايز تبعت له رساله شكرا على اجتماعك، من فضلك اتفرج على الفيديو الفلاني. احنا بنعمل الموضوع ده شخصيا لما حد مثلا بيحجز معانا اجتماع، بنحاول نعمل له ورم اب بحيث ان هو يتعرف علينا في شكل اوتوماتيك قبل ما ندخل الكول، بحيث يبقى مهيأ للخدمه اللي احنا هنعرضها عليه. فبنبعت له اوتوماتيك مسج بعد ما بيحجز اجتماع. هنا في تريكايه بتاعه الواتساب، هتبعت له ازاي واتساب. طبعا انا ذكرت في الفيديو بتاع الاوتوميشن اللي فات انه ان انت تبعت رساله واتساب على طول عن طريق الميتا معقده شويه. في اي بي اي اسمها timelines.ai. timelines.ai دي هتقدر من خلالها ان انت تبعت رسائل عن طريق n8n. n8n اللي احنا هنشرحه النهارده هيبقى اللوكال اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت، عشان مش عايزين نعقد الموضوع. الدرس اللي جاي ممكن نشرح ازاي تعمل في بي اس، فان انت تعمله كلاود، يعني تطلعه على كلاود. ولكن خلينا نتكلم في درس النهارده زي ما احنا على اللوكال. اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنعمل سيت اب لليد ماجنت. الليد ماجنت ده هيبقى عباره مثلا عن دوكيمنت بسيطه، الشخص هيدخل بياناته علشان ان هو يحصل عليها او يحملها. بعد كده هاخد بيانات الشخص دي وابعت له رساله على الواتساب اقول له اعمل شيء معين. فهنعمل الموضوع ده ازاي؟ انا عايز اعمل اكونت جديد. احنا شرحنا في الاوت هو بيساعدك ان انت تعمل صفحه كده ليد ماجنت، بتحط فيها السورس اللي عايز الشخص ان هو يحمله، وبعد كده بتاخد البيانات بتاعت الشخص وبتحطها في جوجل شيت. فانا هعمل اكونت من الاول خالص. فانا مثلا هعمل اكونت بالجيميل بتاعي، هديله اكسس، وخلينا نعمل ديزاين للصفحة. هنعمل بلانك مثلا دوكيمنت، خلينا نعملها مثلا لايت دوكيمنت، ونعمل كريت للفورم. اوكي. فالفورم هنا بتعمل ايه؟ هنا في هنسميها ماي فورم، ممكن نسميها مثلا n8n واتساب اوتوميشن. اوكي، كونتينيو. تمام. هنبدأ هنا نحط الفيلدز اللي احنا عايزين الشخص ان هو يملاها. الفيلدز دي هتبقى عبارة عن ايه؟ هنقول له مثلا هات رقم تليفونك، ده اساسي، وهات الايميل بتاعك. تمام. وبعد كده اعمل سبميت. خلينا نخليها بسيطة خالص. اوكي. بعد ما يعمل سبميت هيعمل ايه؟ خلاص هيقدر يحمل الدوكيمنت. تمام. بس احنا عايزين نضيف صفحة تانية. فالصفحة التانية دي هنخليها هي الاندنج، هتنتهي بيها او هينتهي بيها السيناريو. فهنعمل داونلود مثلا ليد ماجنت. الشخص ده خلاص هيحمل، هديله بقى الليد ماجنت. فانا هقول له ايه؟ ثانك يو بليز داونلود the document from the below link مثلا، واديله داونلود هير مثلا. اديله تكست مثلا كده، مثلا تكست بسيط اي حاجة، لينك URL بوتون مثلا. اقول له كليك هير مثلا. لما بيضغط هنا بيفتح لي معرفش ايه. طيب لما يضغط هنا ايه اللي هيحصل؟ ممكن اقوم مثلا داخل على جوجل درايف مثلا. هنا هدخل على جوجل درايف اديله اي حاجة، يعني عارف هديله دي مثلا على سبيل المثال. هعمل شير بس، كوبي لينك واحطها هنا. اول ما يضغط على دي يقوم فاتح له ايه؟ جوجل درايف. اوكي. تمام. خلينا نشوف هتبقى شكلها عامل ازاي. فهتبقى شكلها بالطريقة دي. اوكي. طيب
الشخص ده هيدخل البيانات بتاعته اللي هو الايميل والموبايل. هينزل فين الداتا؟ هينزلها المفروض هنا في الشيت. الشيت دي المفروض ان انا اربطها بجوجل فورم علشان اقدر ان انا اجيب البيانات بتاعت جوجل شيت دي من على انيت ان، لان انيت ان ما بينها وما بين جوجل شيت انتجريشن. عشان اخد البيانات دي من فيل اوت، فانا لازم اربط فيل اوت بجوجل شيت. فانا عايز اعمل شير للفورم، فانا اقدر اعمل لها شير دلوقتي. اوكي، بس الريزلت نفسه او الريزلت نفسها انا يعني ما اعرفش هاخدها فين. فهنا في عندك في الاوت حاجه اسمها انتجريت. فهتعمل انتجريت مع ايه؟ مع جوجل شيت. اوكي، فبتعمل ساين ان وذ جوجل. بالطريقه دي هتربط في الاوت بجوجل شيت علشان لما حد يملى البيانات يروح يرميها عندك في جوجل شيت، ومن جوجل شيت تقدر تجيب البيانات ب ان ان. تمام. فانا هدخل هنا على الحساب بتاعي بتاع جيميل. اوكي، وهيبدا ان هو يعمل كرييت للجوجل شيت. بص كاتب لك ايه؟ يور فورم سبمشنز ار سينك تو ذيس شيت. طب فين الشيت ده؟ هيبقى شكلها عامل ازاي؟ هتبقى هنا. هو سماها N8N واتساب سبمشن. هتلاقي جايب لك سبمشن اي دي تايم وفون نمبر وايميل. جميل جدا. تمام. فينش سيت اب. خلاص كده انا عملت خلاص سيت اب. فانا عملت بريفيو هنا، اكزit بريفيو. خلينا نعمل ببلش الاول. الصفحه كده بقت معانا. خلينا نشوف كده لو انا مليت ايه اللي هيحصل. هكتب مثلا رقم موبايل، اي حاجه، والايميل احمد الحديدي @expertiseflow.com واعمل سبميت. ايه اللي هيحصل؟ هيوديني على الصفحه التانية اللي انا من خلالها في عندي هنا مشكله. ماشي، يعني دي بس في اللاي اوت نفسه. فانا ممكن بس في الاندنج في مشكله هنا، معرفش ليه ما اتظبطتش. بس احنا ممكن نعمل ايه؟ URL بوتون تاني ونحطها هنا ونعمل ببلش. تعالى نعملها تاني. الحته دي مش مهمه يعني، بس ايه، عشان انت لو عايز تعملها بعد كده نعمل كده مثلا. نحط نفس الايميل، نعمل سبميت. هتقدر ان انت ايه، بص حتى بعت لي ايميل، يعني بعت لي ايميل قال لي ان في حد عمل لك عمل سبمشن يعني. فبتيجي تضغط هنا خلاص هيدخلك بقى انت تحمل الدوكيمنت او تعمل اي حاجه. بس انا ما غيرتش برضو اليو ار ال، يعني انا نسيت برضو اغير اليو ار ال. فهتيجي هنا بس تغير ايه؟ يعني كليك هير دي، سوري، كليك هير دي هتغيرها، هتخليها ايه؟ جوجل فورم اللي احنا قلناها اللي هي دي. عشان ايه؟ كوبي لينك وتروح هنا تحطها كده. تمام، وتعمل ببلش. تمام. فانا عندي هنا في جوجل شيت لو دخلت بقى على هنا مثلا مسميها ان تقريبا واتساب اوتوميشن اهي الشيت، فلقيت نازل عليها الداتا دي. الارقام بقى اللي انا حاططها دي انا عايز ابعت لها ايميل بعد ما تسجل. هعمل ايه؟ طبعا انت لو ما عندكش ان فممكن تروح تعمل انستوليشن لان عندك. انا هبدا، خلينا نعمل سيف، وهبدا فريم ورك من جديد هسميها الانستليشن او التسطيب بتاع ان احطه على جوجل درايف. ممكن تحمله من اللينك اللي هحطه تحت في الديسكريبشن. ما رضيتش احط كل حاجه في الفيديو ده عشان ما يبقاش طويل. الفيديو هيبقى عباره عن تسطيب ان على الماشين عندك، على اللوكال ماشين. في فيديو جاي ان شاء الله هشرح ازاي تعمله اونلاين او كلاود او على VPS، ان انت تبقى رابطه بهوستنجر. ممكن اشرحه في فيديو بعد كده، بس انا حبيت ان انا اوريك الفكره. ان واتساب اوتوميشن. تمام. خلينا ناخدها حاجه حاجه. اول حاجه انا عايز اجيب الداتا من جوجل شيت، صح كده؟ وبعد كده هشوف هعمل ايه بقى، هبعت لهم واتساب مسج ازاي. ولكن خلينا نبدا الاول باول نقطه. انا ان عندي دلوقتي عايز اربطه بجوجل شيت. فانا هعمل اول ستيب اللي هي اول حاجه خالص، لازم يحصل تريجر، لازم يحصل حاجه معينه تخلي الورك فلو دي تشتغل او الاوتوميشن ده يشتغل. فهعمل ايه؟ بكتب جوجل شيت، او انا اكتب شيت مثلا جوجل شيت. اول ما ينزل رو، يعني اول ما حد يعمل سبمشن اون رو ادد، ايه اللي هيحصل؟ لازم الاول اربط الحساب بتاعي. طبعا الحته دي اتكلمت فيها الفيديو اللي فات، ازاي تربط الحساب بتاعك بانيت ان اللي هو جوجل شيت. الاي بي اي نفسها ازاي تربطها بانيت ان، فممكن تتفرج عليها. فانا في عندي هنا ايه؟
اوريدي يعني رابطه. تمام. هلاقي عندي هنا بقى الشيت، في عندي الشيت بتاعي اللي هو انا عملت له كرييت N8N واتساب اوتوميشن، واللي هيحصل on row added. اوكي، الشيت نفسه هيبقى اسمه ايه؟ الشيت هو شيت 1، ممكن اسميه بقى اي حاجه تانية. تمام. وهعمل فيتش للداتا، بس خلينا نعمل حاجه ندلت دول كده، delete rows ونعمل سيف. لو انا عملت فيتش للداتا من هنا مفيش حاجه هتيجي المفروض، لان انا شلت الداتا او الشيت نفسه فاضي. اوكي، مفيش مشكله. الخطوه بقى اللي بعد كده انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز ابعت للرقم اللي سجل ده واتساب مسج. احنا في عندنا حاجه اسمها timelines.ai. فانا لو دخلت هنا على timelines.ai عملت ساين ان، طبعا الحساب ده بيديك شويه توكنز كده بشكل مجاني، ولكن بعد فتره هتضطر ان انت تدفع ليه، والمبلغ مش كبير، يعني المبلغ نفسه مش كبير. هتدخل على جزء بتاع الانتجريشن، هتلاقي في حاجه عندك اسمها public API. تمام. public API دي بقى اللي هي ايه؟ public API دي الطريقه اللي بتقدر ان انت تكلم تايم لاينز عن طريقها. الفكره كلها في تايم لاينز ان هو بيبقى مربوط بحسابك بتاع الواتساب، وبتقدر ان انت تستخدم تايم لاينز ده في ابلكيشنز تانية، بحيث ان انت تبعت كانك باعت من رقمك، مش كانك، لا انت بتبعت فعلا من رقمك. فلو انت عايز تقرا الاي بي اي ممكن تدخل على public API documentations عشان تعرف ازاي يعني تستخدمها. فهنا عندك في حاجات كتيره. يعني ايه اصلا اي بي اي؟ برضو انا اي بي اي معناها ابلكيشن بروجرامينج انترفيس، يعني البرنامج نفسه بيدي لك كود معين، الكود ده ممكن تستخدمه ان انت تناديه او انت تستخدم الاب دي من منطقه تانية، زي جوجل مابس مثلا. انت عايز تستخدم المابس بتاعت جوجل على الموقع بتاعك، فممكن تستخدم الاي بي اي بتاعت جوجل وهكذا. فهنا في عندك حاجات كتيره. ممكن تبعت مسج لشات اوريدي موجود، كان مثلا شات ما بينك وبين عميل وعايز تشغل شات بوت ان هو يتكلم معاه. ممكن تبعت حتى فويس نوت. كل حته هنا فيها الطرق اللي انت المفروض تستخدمها علشان تستخدم الاي بي اي دي بره. تمام. انا عايز من الحته دي ان انا ابعت مسج، احنا ممكن نشرح الحاجات دي بعدين، بس انا عايز ابعت مسج لفون نمبر. فهيقول لك ايه هنا؟ هيقول لك هنا بص تعالى هنا على الشمال، هيقول لك استخدم دي الاي بي اي اللي انت المفروض تستخدمها. فانا اليو ار ال ده المفروض هو ده اللي انا احطه في البوست ميثود اللي انا عاملها عندي. هروح هنا وهعمل HTTP request زي ما انا قلت. ال HTTP request ده هيعمل بوست ليه؟ لان هو مش هيجيب داتا، هو عايز يبعت داتا. اوكي. اليو ار ال هيبقى هو اللي انا عملته بتاع تايم لاينز. في عندك حاجه بقى هنا ايه؟ هو اكيد لو انت هتستخدم نفس اليو ار ال ده فانت ممكن تبعت من رقمي مثلا، لو يعني هيعرف منين ان ده رقمي، ان انا عايز ابعت من رقمي. ففي حاجه هنا اسمها توكن. فهنا بتيجي اهميه ان انت يبقى معاك توكن. اوكي. فانت بتيجي هنا بتعمل جنريت لتوكن، دي التوكن بتاعتي انا هستخدمها. اوكي. بتعمل ريجنريت للتوكن، وهقول لك التوكن دي تحطها فين هنا. بعد كده بتختار الاوثنتيكيشن تخليه نون. تمام. وبتخلي send query parameters دي اوف، التوجن نفسها اوف. وبعد كده تعمل send headers. اوكي. الهيدرز هتحط 2 parameters. طب انا ليه بحط 2 parameters؟ عشان دي الكونفنشن او ده الشرط او الطريقه اللي انت تكلم بيها الاي بي اي، هم دي الحاجات اللي هم حاطينها، فلازم تكلمها او تكلم الاي بي اي بالطريقه اللي هم قالوها. اوكي. ففي عندك 2 parameters. البارامتر الاولاني انا بصراحه مش فاكره، فانا هستخدمه من هنا لان انا كنت عامل دوكيمنت وانا بعملها. ففي عندك البارامتر الاولاني هو authentication عملته null. في عندك 2 parameters، في عندك authorization وفي عندك content type. فانا هعمل هنا authorization، وفي عندك بارامتر تاني اسمه content type. اوكي. authorization ده في حاجه اسمها bearer، هو بيقول لك ابعتها له كده، وانا يعني خليها كابيتال زي ما هي، ودي التوكن بتاعتي. اوكي. وبعد كده الكونتنت تايب ده هيبقى ايه؟ هيبقى ابلكيشن جيسون. سوري. اوكي. بعد كده انا عايز ابعت بودي، صح؟ البودي ده هيبقى من نوع جيسون، وهتعمل سبيسيفاي للبودي ده. عايز اقول لكم على حاجه سريعه، ده درس فعلا في الكورس بتاعنا. لو في اي حد مهتم بان هو يتعلم اوتوميشن بشكل يخليه يكسب فلوس، مش لازم يدخل بشكل عميق او مش لازم يكون تكنيكال يعني فظيع، ولكنه بيستخدم الادوات بتاعه الذكاء الاصطناعي علشان يعمل فلوس من خبرته. فبص على اللينكات اللي موجوده تحت في الديسكريبشن. الكورس بتاعنا صلاحيته مدى الحياه، هو برنامج مش كورس، لان هو مجموعه فيديوهات مسجله، وفي نفس الوقت في فيديوهات بيتم
نشرها بشكل مستمر. الكورس صالح مدى الحياة وكذلك المجتمع، وغير كده في مكالمات مجانية كل شهر. طيب هبعت ايه بقى في البادي؟ هي دي بقى الحته. انا عايز ابعت رساله اقول للشخص شكرا يا فلان ان انت حجزت او ان انت مليت الاستماره او ان انت خدت الليد ماجنت، من فضلك اتفرج على الفيديو ده، او لو عايز انت ممكن تحجز معاه مكالمه. لان يعني خلينا نديك سيناريو مثلا، اي حد مننا مثلا بيقدم ليد ماجنت على القناه بتاعته. ممكن اي حد مثلا، في محمد مثلا، محمد عبد الهادي مثلا، محمد بيقدم استشارات خاصه بالشغل في مجال السياحه وكده، فهو ممكن يبعت ليد ماجنت. الليد ماجنت ده مثلا لشخص بيحاول ان هو يحسن الانجليزيه بتاعته عشان يتقبل في فندق، فانت اديته ليد ماجنت لاكتر العبارات المستخدمه في الانترفيوهات، او اكتر عبارات ما ينفعش تستخدمها عشان ممكن تترفض لو استخدمتها، والشخص ده حمل الليد ماجنت. اوكي، فانا عايز بقى بعدها، بعد ما احمل الليد ماجنت، شكرا ان انت حملت الليد ماجنت، لو عندك اي سؤال اسالني، ولو انت حابب ان انت تحجز معايا استشاره، احجز استشاره من اللينك ده. طبعا ممكن فيديو يضرب يبقى فايرال، وناس كتيره جدا تحمل الليد ماجنت ده، فانا مش هدخل على كل واحد اقعد ابعت له نفس الرساله كوبي بيست كوبي بيست، لا، انا عايز يبقى في اوتوميشن بحيث ان اول ما حد يحمل ليد ماجنت يقوم باعت له على طول ويحجز معايا استشاره. اوكي، فانا هعمل الموضوع بالطريقه دي. تمام، فانا هاخد الداتا اللي جات لي من جوجل شيت واستخدمها في ان انا ابعت رساله. فخلينا مثلا هنا انا عايز اجيب داتا، زي ما قلنا احنا لازم يبقى معانا تيست داتا، فانا هعمل ايه؟ هعمل اكسكيوت لبريفيوس نود، طبعا مش هتجيب حاجه، هقوم رايح على جوجل شيت نفسه، خلينا ندخل فيه داتا بنفسنا يعني. مثلا هدخل فون نمبر اللي هو الرقم بتاعي، ممكن مثلا خلينا ندخل الرقم بتاع اكسبرتيز فلو 587، سوري 587 323 2491، فده الرقم بتاعنا. اوكي، والايميل بتاعنا مثلا هو ده. تمام، هو انا بس في حاجه غريبه، انا مش عارف ليه ما بيقبلش الزائد. طيب خلينا نحاول هنعمل execute previous nodes ونشوف هيجيب لنا الداتا ايه. فهنا جاب لنا الداتا، فانا عايز اعمل ايه بقى؟ دي فورمات مثلا بتاعت مسج ممكن ابعتها، دي مثلا هبعت له جيسون، بس انا عايز الفون نمبر بدل ما يكون كده مثلا يكون الفون نمبر ده اللي طبعا اللي جاي لي من هناك. اوكي، بس انا عايزه، هو معرفش ليه جاي هنا، فانا هحطه هنا. اوكي تمام، واحط التكست ثانكس مين بقى؟ انا ما حطيتش النيم، انت ممكن تحط في الفورم نفسها النيم وتقوم واخد الفيلد عامله دراج ودروب هنا، اقول له ثانكس احمد مثلا، او ثانك يو مثلا من غير اي اسم، فور بوكن، او فور downloading the sheet, I hope it is helpful, if you are interested please book a meeting from كذا كذا. تمام، طيب انا لو عملت execute للستيب دي هل هتشتغل؟ ما اشتغلتش. authorization failed، في مشكله هنا. بص انا عامل 2 بيرر، انت بتعمل، بص لو كتبت كلمه غلط ما بتظبطش، هعمل اكسكيوت تاني، فهنا اتعمل لها اكسكيوت. بس انت عارف المشكله في ايه؟ المشكله ان هو مش هيبعت مسج لان الرقم نفسه لازم يكون قبليه زائد. فخلينا نشوف القصه بتاعت الزائد دي ليه ما ظبطتش. تمام، انا افتكرت ان جوجل شيت مش هيفهم ان دي زائد، لانها هيفتكرها انها عمليه حساب او حاجه. فانت ممكن تعمل كده كده، المفروض انها تظبط صح، مفروض. طيب خلينا نعمل تيست ثاني، هو فاهمها انها زائد كبلس يعني، فخلينا كده نحاول. اوكي، بس هنا جايب الداتا القديمة، فخلينا نعمل نجيب فيتش للداتا تاني ونشوف هيجي الرقم الموبايل مظبوط ولا لأ. اوكي كده جاب رقم الموبايل مظبوط. تعال ندخل هنا تاني ونعمل execute bad request please check your parameters. اوكي تمام
طب ليه البارامترز مش مظبوطة؟ wrong phone number. اوكي عشان انا في ناقص 1، لازم 1. اوكي لأن انا كاتبه غلط. هنعمل execute تاني برضو. تاني لازم ترجع الداتا لان هو جايب التست داتا. تعمل فيتش للتست داتا كده، جايب الداتا الصح المفروض. يعني بص هنا هتلاقيه جايب لك الرقم صح، وبعد كده تيجي هنا تعمل execute كده، المفروض انه يبعت. فهنا بص بعت الرسالة عشان انا عملت execute كذا مرة، فبعت الرسالة كذا مرة اهي. تمام بس كده. فده اللي انت محتاج تعمله علشان تبعت لحد مسج تورم اب معاه، تخليه يحجز ميتنج بشكل اوتوماتيكي تماما. طبعا لو انت عايز تعدل دي تخليها كاندلي، فممكن بشكل بسيط جدا تعمل كاندلي كده. اوكي اون ايفنت كرييتد مثلا، وبعد كده تربط الحساب بتاعك بكاندلي، وبعد كده تاخد البيانات نفسها من هنا زي ما احنا شرحنا. هتلاقي البيانات بتاعت كاندلي جايه هنا، وتاخد الرقم اللي هو جايلك من كاندلي وتبعت له رساله. حبيت اوضح الفكره بشكل عام، واتمنى ليكم التوفيق.